اكو قانون ولا اروع موجود في الامارات حاليا، طلع قبل سنتين، اسمه قانون اعسار الاشخاص. صدق ما له علاقه فيني ككويتي، لكن يا اخي القانون الحلو ينقال. هذا غير عن قانون الافلاس، هذاك خاص بالتجار، اما اللي اتكلم عنه خاص باللي مثلي ومثلك، ناس عاديه مو تجار. طيب ايش موضوعه؟ شوف، اذا ضايقه عليك الامور والديون وابوكك لما تطلع تشي بالهواء يصفر لانه فاضي ماكو شيء اخر شهر، اي فرد عنده صعوبات ماليه في تسديد دينه يقدم طلب حق المحكمه انه يسووا له خطه تسويه لديونه، يحط فيها مصادر الدخل مالته، مديونياته، شنو عنده، شنو ممكن يطلع فلوس خلال سنه، وتصدر له المحكمه خطه جديده بالتزاماته، يسوونها تسويه التزامات ماليه، طبعا من خلال خبير معين تعينه المحكمه. هذا يعد له الخطه بالتنسيق مع اللي هو الخبير، يحط له الخطه هذه بالتنسيق بين المدين والدائنين، ما تزيد مدتها عن 3 سنوات، علشان شنو؟ تتضبط كل اموره الماليه ومديونياته كلها. لا، وعلى فكره يقدر ياخذ قرض بشروط طيبه يرتب فيها اموره وتوقف جميع الاجراءات اللي عليه. الهدف من القانون هذا، القانون الجميل صراحه، ان نعطيه فتشه يعيد نشاطه ويتحرك بالسوق، يفيد نفسه ويقدر يسدد اللي عليه وما يتوهق.